السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن شاء الله النهاردة هنتكلم مع بعض عن إزاي نربط الجيميل ب N10. تمام. كل منتجات جوجل ليها طريقتين. طريقة لو أنت على الكلاود على الموقع الرسمي ل N10 بيبقى الموضوع سهل، لكن لو على سيلف هوست أو أي VPS بيبقى الموضوع فيه شوية ستيبس. دلوقتي هنربط مع بعض الجيميل، ازاي نعمل له كريدنشال على N10. تمام. قدامنا طريقين، اما ان انت بتخش هنا على الكريدنشال وتبدأ تضيفه من هنا، او من جوه الورك فلو. ممكن برضو من هنا بس كرييت وتختار ان انت سواء كرييت ورك فلو او كرييت كريدنشال. تمام. احنا هنعمله من ورك فلو من جوه. تمام. نضغط هنا مثلا نكتب جيميل، طلع لنا الجيميل. هنختار مثلا من مسج، هنختار. طيب دلوقتي احنا هنعمل كريدنشال. اي حاجه انت عايز تعرف الكريدنشال بتاعها عندك دوكس، هتخش عليها وتعرف الدنيا ماشيه ازاي. هنبدا من هنا. قال لك هتدخل على جوجل كلاود. ندخل على جوجل كلاود طبعا بالايميل بتاعك. هنخش على كونسول. تمام. بمجرد ما تدخل هنا احنا هنبدا نعمل بروجكت. هنختار نيو بروجكت، هنعمل مشروع جديد. هنسمي المشروع اي حاجه، تيست 01 مثلا. ندوس كرييت. هنستنى لما يتكريت البروجكت، ندخل عليه من هنا. يبقى انت كده اصبحت جوه البروجكت اهو تيست 1. تمام. هندخل على 3 نقط دول، هنخش على API Service، نخش على Library. هنكتب بقى هنا التولز اللي انت عايز تعملها كريدنشال، وليكن جيميل API. تختار اول واحده، هتبدا تعمل لها enable. كده احنا عملنا enable للجيميل. هنبدا بقى نخش هنا على OS Consent Screen، وهنعمل get started، وهنبدا نعمل application. تعالوا نسميه مثلا N10 01 مثلا. هنختار الجيميل ده، نبدأ ناخده كوبي عشان هنحتاجه تاني. next. هنبدأ نختار external. next. هندخل نفس الايميل او اي ايميل تاني انت عايز تاخد عليه الداتا. next. finish. create. اوكي. هنيجي هنا برضه نختار هنا يبقى service، وهنختار OS. هنبدأ ندخل على audience، هنيجي على test users، هنحط نفس الايميل اللي احنا حطيناه قبل كده، وده save. وممكن كمان تحط اي ايميل تاني انت عايزه يبقى له اكسس على ال API. وهنعمل publish app، ما تنساش دي اهم نقطة. نعمل publish app و confirm. هنيجي بعد كده على client وندوس create client، هنختار برضه نبدأ نعمل application. هنختار web application وهنسميه برضه اي اسم. تعالى نقول N10 برضه N10 01 مثلا، وهنجيب هنا ده هنسيبه، وهنختار تاني واحد اللي هو add authorize redirect URL.
هنجيب ده، هنجيبه منين؟ هنجيبه من على ان تاني اللي هو ده. كوبي، نيجي هنا نحط هنا. خلاص. بعد كده نبدأ ندوس create. هنا هيبدأ يظهر لك الكلاينت اي دي والكلاينت سيكرت. ناخد الكلاينت اي دي، كلاينت اي دي، لكن هو حاول قبل ما تقفل ان انت تكون حاططهم في مكان تاني. ناخد الكلاينت سيكرت، نسيف، ندوس ساين ان. هنروح بس الاول هنا نعملهم اوكي، وهنا هندوس بالايميل اللي احنا كتبناه ساين ان. نختار الايميل اللي احنا كتبناه. ما تقلقش من تست يوزر، خيارات المقدمة ادفانسد، انتقال الى. هندوس على ان انت موافق على كل الكلام ده، كل الصلاحيات دي كلها، وهنبدأ نعمل متابعة. والف مبروك، انت كده ربطت. تعال نقول ازاي نربط بقى المرة دي جوجل شيت. تمام، نكتب هنا شيت، نكتب هنا جوجل شيت، نختار جوجل شيت، وليكن مثلا abandon sheet. نيجي على credential وهنعمل new credential، وهنا هنحتاج client ID و client secret. هنجيبه منين؟ نخش على هنا API and service library، نكتب هنا sheet جوجل شيت API. نبدأ برضه نعمله enable. وبعدين هنيجي على credential، هنلاقي عندنا الكلاينت سيكرت والكلاينت اي دي. ناخد كلاينت سيكرت، كلاينت اي دي عفوا، وناخد الكلاينت سيكرت، ندوس سيف، ساين ان برضه جوجل، نختار نفس الايميل، لا تقلق، اوكي، متابعة. مبروك جوجل شيت.